من توصيف سيدنا زين العابدين في القصيدة الشهيرة التي ذكرها الفرزدق رحمه الله يوم أن جاء هشام بن عبد الملك في الكعبة، في حجر الكعبة، وكان قد رفع له لما كثر الزحام في الحجر وأراد أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يستطع، فأقام له حاشيته، أقاموا له منبرا بعيدا كان يعلو على الناس وينظر، فإذا بسيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه ابن سيدنا الحسين يأتي فتنشق له الصفوف دون ضغط ولا إكراه، وهشام بن عبد الملك ولي عهد أمير المؤمنين ينظر، فغاضه ذلك، كيف لم يسمح له، لأنه لم يكن له فضل من علم ولا من مقام ولا من شرف، فإذا به يغضب وكأنه يريد أن يعمي على سيدنا زين العابدين، فقال لهم من هذا؟ ثم لما لم يوجب أحد قال هذا لا نعرفه، فالفرزدق أخذته حمية آل البيت، فقام قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وهذا محل شاهدنا، قال يغضي حياء ولكن يغضى من مهابته، الناس تغض الطرف هيبة منه وهو يغض الطرف حياء من الناس، قال يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، لولا لا إله إلا الله ما قال لا أبدا لأحد، يأتيه كل الناس فيعطيهم ولا يقول لا، قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم.